السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين؟ عاملين وحشتوني ولسه مكملين في مشتريات رمضان يا جماعة. انا في الجسرية برضو في اسيوط، نزلت تاني كان ناقصني حبة حاجات كده للحلويات. كنت عند العطار برضو وريتهولكوا اهو، وجبت منه بعض حاجات كده برضو. وهنا دخلنا جوه نتفرج. هنا كانت يعني بتاع ده بيبيع حاجات كده خضار وحاجات والعابي والكلام ده. ودخلنا بس ما قدرتش اصور كتير عشان زحمه. نقول المقدمه بتاعتنا: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا كده روحت وفرشت الحاجات كده. كنت جايبه كيلو نشا، وكيلو لبن بودره، وكيلو بسبوسه، وكيلو كريم شانتيه، وده ربع كيلو جوز هند. برضه الاسعار يعني في حاجات غاليه وفي حاجات رخيصه يعني. وده زبيب ربع كيلو برضو عشان الحلويات بتاعة رمضان. وربع كيلو فول سوداني مقشر. ودي ده برضو ربع شوكولاتة فرماسيل اللي هي ملونة. ودي شوكولاتة برضو فرماسيل اللي هي البني. او كيلو سكر بودرة عشان لوازم يعني الحلويات بتاعة رمضان الشهر كله والعزومات يا جماعة. وده كيلو بلح عجوة نص ونص، بيتباع كده مكيس وجاهز يعني. وبرطمان عسل نحل جبته برضو. في اكلات بيتطلب منها تحط عسل نحل حلويات والكلام ده يعني. وجبت جيلي فراولة برضو عشان الزبادي. وده ربع كيلو شوكولاتة كاكاو خام. وده صوص كراميل علبة كده جاهزة برضو يعني. جبنا حبة حاجات حلوة كده برضو. الأسعار غالية برضو يعني فيه وفيه. وربع كيلو سمسم. و اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني عشان نفرح الأولاد وعشان العزومات والعزومات دي في رمضان. دي فانيليا سايلة بحبها جدا عشان بتبقى حلوة ولها ريحة حلوة في الكيكات والكلام ده. الجزازة دي ب50 جنيه. وجبت علبة كيك شيف عشان برضو المخبوزات الفايش والبسكوت والحاجات دي بالمرة يعني. و... وجبت كاستر، عايزين مهلبية بالكاستر الأولاد وكده يعني. جبت حبة حاجات وريحة الكحك عشان هنعمل كحك إن شاء الله في رمضان بإذن الله. وده ملح ليمون يعني. وجبنا حبة حاجات حلوة. ده ترمس ان العيال بيحبوه برضو، طلبوه مني. وفشار وحمص الشام. ده كل كيس ب20 جنيه على فكرة يعني. وجبت الحاجات دي واللي وصل لحد هنا في الفيديو يحطله لايك واشتركوا في القناة يا جماعة، فضلا وليس امرا، عشان القناة تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. ولسه مكملين مع بعضينا برضو بإذن الله. وجبت دي شوكولاتة اللي هي دريم مكعبات اللي بتسيح يعني كده وتزوقي بها التورت وكده. وجبت علبة لوتس. بصوا انا وصلت بها البيت دي يا جماعة واتفتحت، بصوا تاكل نصها في ثواني. العيال مش عارفة بيحبوا الحاجات دي جدا. فربنا يخليهم ويرزق المشتاق بالذرية الصالحة يا رب العالمين. كل ده عشانهم. وجبت كاتشب حار ده اللي عشان بنتي بتحبه حار. وجبت جبنة موتزاريلا عشان البيتزا والحاجات دي. وجبت برضو مستردة ومايونيز، كل متطلبات الاكل يعني. وان شاء الله مكملين وهنعمل فيديوهات حلوة كتير في رمضان بإذن الله. بس لايك يا جماعة ارجوكم. وده لفتين جلاش. وجبت برضو 2 سمبوسك. واللي وصل لحد هنا يكمل الفيديو للاخر ويحط له لايك ارجوكم. ودي بقى الزينة ان شاء الله هوريها لكم، زينة الشارع والشقة. العيال هيزينوا الشارع فرحانين جدا بهلة رمضان علينا والزينة. وليهم كذا يوم بيشتروا الزينة والله العظيم ومهتمين جدا بيها.
وفرحانين بيها ان شاء الله. هوريكم الشارع لما نزينه، وهنزين البلكونات وفي الشقة ان شاء الله والمطبخ، وهوريكم كل جديد في وروتونات حلوة في رمضان. استنونا بإذن الله، وكل سنة وانتم طيبين.